ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم حاجه كده هتنفعكم للمدارس وللسندوتشات. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل جبنه وهنعمل لانشون بمكونات بسيطه واقتصاديه جدا، وانضف واحلى واطعم من اللي انتوا بتشتروها من بره، وطبعا واوفر بكتير بكتير. يعني النهارده كيلو الجبنه الرومي الجديده عدى 100 جنيه، والكيلو الجبنه الرومي اللي هي القديمه شويه اللي بيقولوا عليها جبنه بطارخ عدت 140 و150 جنيه. فطبعا حاجة فظيعة جدا، أسعار محدش يقدر عليها. آه، والغلا طبعا في كل حاجة. فهنعمل النهاردة حاجة توفر ليكوا شوية وسهلة وبسيطة جدا. دي المكونات اهي معايا. معايا فلفل اسود اللي انا شاورت عليه في الطبق ده فلفل اسود رشة صغيرة جدا. فلفل اسود مجروش، وتلت كوباية ربع كوباية من الحليب البودر، وكوباية إلا ربع زيت، وكوباية نشا، وحليب سائل كوباية، ومعلقة كبيرة اللي أنا بشاور عليها دي آه، طعم طعم جبنة رومي بيتباع عند العطار، وأربعة أصفر بيض، وجبنة مثلثات زي ما انتوا حابين. هنا أنا شلت قطعتين من الجبنة المثلثات، لأن عندي جبنة رومي قديمة، فهحط بدلهم هحط كام قطعة من الجبنة الرومي. حوالي 3 أو 4 قطع زي ما انتوا حابين. هحط منهم قطعتين 3 الموجود عندك، يعني عايزة تضيفيها ضيفيها، مش حابة وما عندكيش هتسيبي الأربع قطع مثلثات جبنة زي ما هما. واللي هيقوم بالطعم وبالواجب كله هو طعم الجبنة الرومي اللي بيتباع عند العطار، اللي هي المعلقة اللي أنا حطاها دي. ده بيدي طعم خطير جدا للوصفة. هنا انا هضيف صفارة بيضة 5، ممكن ما تضيفهاش لو انت حابة ما تضيفهاش، عشان كده انا ما كنتش حطها مع المكونات. بس انا محتاجة ازود الابيض بيض اللي انا عملته، يعني هما 5 بيضات كده انا فصلتهم، اصفر لوحده والابيض لوحده، تمام. بس الاصفر ده نزل مني حتة في الطبق. المهم كده معايا المقادير: فلفل اسود، حليب بودر، زيت، نشا، حليب سائل، 5 اصفر بيض، والجبنة، والطعم اللي هو بتاع الجبنة الرومي. في شفشق الخلاط بقى هحط كل الحاجات دي على بعض. اول حاجة حطيتها هو كوباية النشا. حطوا الحليب كان افضل، يعني المفروض كنت حطيت الحليب الاول. انا حطيت الحليب وادي النشا، وهحط كل حاجة هتتحط في الشفشق. ما فيش حاجة هتبقى تستنى غير الفلفل الاسود بس. فلفل اسود مجروش انا هخليه في الاخر خالص، مجروش مش مطحون ناعم، فاهمين؟ انا حطيت بقى 5 اصفر بيض اهو، ونزلت بكوباية الا ربع زيت، وهنزل بربع كوباية الحليب البودرة. ودي المعلقة بتاعة طعم الجبنة الرومي اللي بتتباع عند العطار. وهحط قطعتين الجبنة المثلثات، وهنحط الجبنة الرومي. عايزة اقول لكم ان الحليب البودر ما تزودوش منه، لو زودتوا منه بيدي تسكيرة للجبنة مش حلوة، لانه الحليب البودر الجاهز سواء نيدو او غيره بيكون فيه نسبة سكر، فهتبان لو كترت عن ربع كوباية هيبان. تمام كده انا ضربت كل حاجة في الخلاط زي ما انتوا شفتوا. واخر حاجة بحطها بعد ما طفيت الخلاط الفلفل الاسود المجروش، وهقلبه بالمعلقة. وكده يبقى خلاص. معايا بقى حلة صغيرة او صينية صغيرة، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، بس يفضل يا ريت تكون حاجة ما بتلزقش. انا عملتها في الألمونيا. فدهنتها مسحة زيت، ورشيتها تعفير دقيق صغيرة جدا جدا، كأنك هتعملي كيكة، بس حاجة بسيطة ما تكتريش. فضيت بقى الخليط اللي انا عملته، فضيت الخليط كله. وعندي حلة صغيرة هي على النار فيها مية بس بتغلي، حتى بتغلي من بدري، خلت الحلة زرقت اهي. المهم اي حاجة عندك، انا دي حلة قديمة مش بستخدمها، فحبيت اغلي فيها، فمش مشكلة عندي. وهتحطي بقى الحلة، يعني يعتبر بنسوي على بخار، على حمام مية هتسيبيها بقى. هتعرفي امتى تطفي عليها؟ لما تلاقي لون القرص بتاع الجبنة اصفر، هنشوفه مع بعض دلوقتي. دي بقى البيض اللي انا شلته، هعمل بيه لانشون، مش عايزة اركنه. 5 ابيض بيض، فخسارة يتركن، والبيض غالي جدا.
معايا بقى ايه هنا مكونات باقي المكونات بتاعت اللانشون كملت عليها. توم بودرة معلقة كبيرة، معلقة من طعم الجبنة الرومي نفس الطعم اللي انا حطيته في الجبنة باخد منه، ومعلقة بابريكا وحبهان، ومعايا فلفل اسود ومكعبين مرق، والجبنة مكعبين مرقة لحمة والجبنة، وكوباية إلا ربع دقيق، ومعلقة كبيرة هرمية كده نشا، وتلت تلت كوباية زيت، تلت بس، ما تكتريش الزيت عشان ما يطلعلكيش اللانشون مزيت. معايا هنا دي حاجة اختياري لو حابين تحطوها، اللي انا ماسكاها دي، ده قرنفل 4 حبات قرنفل، طحنتهم كده في الكيس يعني، او في كيس او في المهون، تطحنيهم كويس جدا وضيفيهم. ممكن لو حطيتيهم في الخلاط ممكن ما يطحنوش، فانا دقيتهم الاول بره وهضيفهم. لو مش حابة طعم القرنفل مش لازم تضيفيه، هو حاجة اختياري. تمام. اللي انا فضيته دوت، دي معلقة، دي ما كده اللي في ايدي دي معلقة حليب بودر، وجنب منها معلقة كبيرة اللي هي النشا، معلقة كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة توم بودرة، ومعلقة كبيرة اللي هو طعم الجبنة الرومي والحبهان والبابريكا. بس هي مكوناته مش كتير، ولون غذائي، لون طعام اللي هو كده. انا استغليت الشفشق الخلاطة هو لسه مكانه جبنة، وعملتهم ما اخدوش معايا يمكن نص ساعة وانا واقفة، ما بياخدوش وقت خالص. وكنا عاملين كمية كبيرة جدا من اللانشون ومن الجبنة. حطيت كده 5 ابيض بيض، 5 بياض البيض. ودي تلت كوباية الزيت، يعني اقل من النص، خلوا بالكم. وهنا دي معلقة النشا ومعلقة حليب بودر. الحليب البودر بيظبط درجة لون اللانشون شوية، وغذا للولاد لو انتوا بتعملوه لهم حلو جدا. دي التوم البودرة بتاع ده، وطعم الجبنة الرومي والحبهان والبابريكا والقرنفل ورشة ملح. يعني ما قلتلكمش على رشة ملح، انا هكتب لكم كل المكونات بتاعة الجبنة واللانشون، هكتبهم في صندوق الوصف، تضغطي على العنوان هيتفتح لك صندوق الوصف. هنا حطيت الجبنة والمرقة، مكعبين جبنة ومثلثين جبنة ومكعبين ده شكل القرنفل، عايزة اوريه لكم، ده شكل القرنفل. تمام كده. بضرب كل المكونات برضو في الخلاط، وهنزل بالدقيق. هنا انا ضفت برضو حبة حليب لو انت حابة، لو حسيت انه تقيل في الخلاط ومش بيلف كويس زودي حبة حليب، حليب سائل عادي بيدي طعم حلو جدا للانشون، وغذا برضو للولاد حلو جدا. تمام. نزلت بالدقيق نص الكوباية، وبضرب وزودت النص التاني. وهنا اللون اخر حاجة، لا فاضل لي شوية دقيق هضيفهم مع اللون، نقطتين 2 بس لون، ما تكتروش. فاضلين ادي شوية الدقيق اخر حبة، هي كانت كوباية الا ربع دقيق ومعلقة كبيرة نشا. وظبطت التقل بتاع الخلطة دي بالحليب، لان لقيته تقيل شوية، فالحليب حلو جدا برضو، ما مش بيضر، وبيدي كده لون حلو. بص لونه فاتح، بس بعد التسوية بيبقى لونه بيكون غامق شوية تاني عن كده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده التقل بتاعه كده. خلاص كده تمام. هجيب بقى ايه، كيس تلاجة عادي، ربطته من تحت وسبت الجزء المفتوح اهو، بلبسه برطمان كده اهو، وهصب فيه الخليط بتاعي. هنا انا بفتح الكيس بس لان الكيس كان لازق، يعني مش بدهنه حاجة. بفتح الكيس عشان اعرف افضي فيه الخليط اللي احنا عملناه اهو. بيسهل عليك شوية في التفضية السائل اللي احنا عملناه ده، او الخلطة دي. خلاص. ده اقتصادي وارخص انواع اللانشون. حتى لو حبيتوا تعملوا مثلا لانشون بصدر فرخة، او لو عندك صدر فرخة فرمتيه مع الخلطة دي هينفع ويبقى جميل جدا. تمام. هل كده خلاص هفضيه من البرطمان بقى، بتقفليه كويس الاول وتنزلي بيه كده بالراحة بهدوء عشان ما تدلقش منك. لو عرفت تفضي الخليط في الكيس من غير البرطمان يبقى كويس جدا برضه. هربطه برضه من فوق كده، وهسويه على حمام مية. يعني عندي حلة فيها مية وبحط فيها مصفى،
وبحط ده على المصفى وبغطي وبسيبه بيستوي، بياخد حوالي ساعة ساعة وشوية. ده اللانشون بياخد ساعة ساعة وربع أو أقل كمان، ساعة ساعة وعشر دقايق حاجة زي كده. والنار بتكون هادية جدا، ما تعليش عليه النار في الأول. بالنار أول مية ما تغلي بتحطيه وتوطي النار وتغطيه، ما تكشفيش عليه قبل نص ساعة. بعد نص ساعة قلبي القالب الناحية التانية. الجبنة برضو مش هتعرفي ان هي استوت الا لما تلاقي القرص بتاعها كله بقى لون واحد كده، درجة اللون اتظبطت كل واحد. و... وتحطي فيها مثلا خلة او سكينة رفيعة، هتلاقيها طالعة نضيفة زي ما بتختبري الكيكة بالظبط بالظبط. هتلاقيها طلعت معاكي نضيفة، يبقى كده تمام قوي وخلاص. طلع الجبنة بأمانة بأمانة، طعمها تحفة تحفة تحفة، خطيرة، جميلة جدا جدا، تستاهل ان كنتوا تجربوها بجد. انضف واطعم من اي جبنة تاني بتشتروها، كلها حاجات هي مغذية اللي احنا عاملين بيها. طبعا بصوا شايفاها، يعني هي قريبة في الشكل وفي الملمس للجبنة الفلامنك، وفي الريحة وفي الطعم قريبة من الجبنة الرومي الجديدة. مش هنقول الجبنة الرومي اللي هي القديمة اللي متعتقة، لأ، بس جميلة جدا جدا، وأحلى من الجبنة الشيدر بكتير برضه بصراحة. يعني أنا عجبتني أكتر من الجبنة الشيدر. أنا عملت دي، عملت أنواع كتير من الجبن، في اللي صورته وفي اللي ما صورتوش، بس دي بصراحة أن أكتر نوع عجبني وعملته طلع حلو جدا. شايفين شكلها يعني قريبة جدا للفلامنك ولا لأ؟ ودرجة لونها وريحتها جميلة جدا جدا، جربوها مش هتندموا خالص. أنضف وأحلى وأوفر من اللي بتشتروها بكتير جدا. وادي اللانشون طلع خطير جدا. هنفك الكيس اهو. يبقى كده انا عملت اللانشون وعملنا جبنة. عايزة اقول لكم ان الكمية دي حوالي، يعني القالب الجبنة وقالب اللانشون كل واحد فيهم حوالي 650 جرام حاجة زي كده. يعني انا وزنت بس نسيت بالظبط، بس هما في الرينج دوت بأمانة، في رينج 600 650. يعني هتعملي حوالي كيلو 300 جرام، داخلين اهو على الكيلو ونص. بمقادير بسيطة لو حسبتيها، كل الحكاية مش هتكلفك حتى، اقول ايه يعني، مش هتكلفك 50 جنيه بتهيألي. فموفر جدا جدا. يعني شوف النهاردة كيلو اللانشون بكام وكيلو الجبنة بكام. يعني بجد اللي يفكر فيها تعمليها مش هتاخد معاكي اي تعب ولا اي مجهود. شايفين اللانشون طالع طري ومرن جدا، ودرجة لونه حلوة ازاي، هادية وحلوة كده. طبعا اللون ده في ايدك، عايزة تغمقي هتزودي درجة نقطة لون تاني، بس اللون بصراحة دوت مش وحش، طالع حلو جدا. جربوا الوصفات ديت وهتوفروا كتير. لو عجبتكم بقى الوصفات دي والحاجات الحلوة دي، اكتبوا لنا بقى تعليق حلو وقولوا لي رأيكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ونشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم. باي باي.